السلام عليكم. واحد السيدة يهودية في العمر ديالها تقريبا 50 عام مشات للكوميسارية باش تبلغ على اختفاء ديال الزوج ديالها. كتقول على انه متعود يجي للدار بعد كل مغرب، ولكن اليوم تسنيته وما جاش، وملي تعطل عيطت ليه في التليفون ولكن ما كيجاوبش. وقالت من بعد ما اتصلت به وما جاوبنيش، اتصلت بالشريك ديالو اللي عنده محل هو وياه ديال البيع ديال حبوب ديال الشعير والذرة وجميع انواع الاف ديال البهايم. المهم السيده كتقول اتصلت بالشريك ديالو اللي قال لي راه راجلك ما كاينش في الديبو. البوليس سجلوا المعلومات اللي دلات بها السيده وسجلوا الاوصاف ديال هاد السيد اللي مختفي، وقالوا ليها ملي غادي يكون شي جديد راه غنتصلوا بك. السيده بقات كل مره كتمشي للكوميساريه لعلها تلقى شي جديد، ولكن البوليس ما توصلوا لوالو. هنا القضيه ديال الاختفاء ديالو طولات شويه وما كاين حتى شي جديد عليها. البوليس مشاو للمحل ديال هاد السيد، ولما وصلوا لقاو الشريك ديالو في البيرو ديال الديبو. الشريك ديالو حتى هو كان متعجب لهاد الاختفاء ديالو المفاجئ. سولوه البوليس على اخر مره شاف فيها صاحبه، قال ليهم شي 3 ايام دابا، ولما تفارقنا راه كان عنده موعد مع مدير ديال البنك اللي فيها الحساب ديال الشركه ديالنا. المدير ديال البنك راه عيط ليه على قبل شي حساب وبغيت نمشي معاه، ولكن كان مصر على انه يمشي بوحدو. هنا البوليس قالوا ليه اش من حساب بينه وبين المدير ديال البنك؟ قال لهم انا غادي نعاود لكم من الاول حتى الاخر. قال لهم دابا شي عامين تقريبا فكرنا نديروا هذا المشروع ديال الحبوب، وكان ضروري ناخذوا كريدي من البنك، وفكرنا ناخذوا 300 مليون سنتيم. المدير ديال البنك وافق لينا، ولكن شرط علينا واحد الشرط ديال اننا ناخذوا 300، ما ناخذوش 300 مليون بل ناخذوا 350 مليون، حيت هو كان باغي 50 مليون يدير بها شي مشروع خاص به هو، وما بغاش الموظفين والرؤساء ديالو في البنك يعرفوا باللي خدا كريدي. دونك حنا وافقنا وخدينا من عنده شيك على سبيل الضمانه على ديك 50 مليون، وقال لنا باللي غادي يسدد الدين في ظرف ديال 6 شهور. وحنا وافقنا حيت كنا في حاجه ماسه للفلوس، وفي ظرف تقريبا 8 شهور ردينا حنا الفلوس اللي كتسالنا البنك 350 مليون سنتيم. وبقى لينا غير ناخذو من عند مدير ديال البنك هذيك 50 مليون سنتيم، ولكن المدير ديال البنك بدا كيتراوغ علينا، وفي كل مره كيقول لينا صبروا عليا وانا تعاونت معاكم وهداك الشيء اللي وصلتوا ليه راه بالفضل ديالي. ولات العلاقه ديالنا معاه ولات سيئه، وحنا هددناه باللي غادي ندفعوا الشيك والرؤساء ديالو غادي يعرفوا، وقلنا ليه انت ما باغيهمش يعرفوا. حنا قال وهو يقول لنا هانتوما عطوني ظرف ديال شهر وغادي نعطيكم الفلوس ديالكم. حتى لهداك النهار اللي اختفى فيه الشريك ديالي كان عيط ليه المدير وقال لي الفلوس ديالكم موجوده، وجيب معاك الشيك وخذوا فلوسكم، انا غادي نتسناك في الدار. وباش نشير لواحد النقطه مهمه، هي هذاك مدير ديال البنك عنده واحد السكن في نفس البنايه اللي فيها البنك. المهم السيد كيقول باللي الشريك ديالو مشى ما بقاش رجع وما بقاش شافو نهائيا. هنا الضابط اللي كان مكلف بالبحث في هذه القضيه توصل لواحد العامل في هذاك الديبو، قال لي انه كان مؤخرا واحد المشادات كلاميه بين هذاك الشخص المختفي وبين الشريك ديالو، وبانهم بداو كيتغاوتوا. وقال لي بان هذاك الشريك ديالو قال لهذاك المختفي غادي نقتلك. وملي سولو الضابط هذاك الشريك قال ليه واش بصح هددتيه بالقتل؟ قال لي فعلا انا هددته بالقتل، ولكن ما هددتش الشريك ديالي، هددت مدير ديال البنك الا ما ردش لنا فلوسنا. البوليس ولاو كيتعاملوا مع هذا الشريك بانه هو مشتبه به، واستشاروا مع النيابه العامه في انهم يشدوه، ولكن النيابه العامه رفضت وقالت للبوليس ما كاين حتى شي دليل، نصبروا شويه
وحتى لقاو شي دليل ملموس وداك ونشدوه. واحد النهار الدورية ديال الدرك الملكي بالمروحية كيراقبوا المياه البحر للمحيط الأطلسي بمدينة الصويرة. شافوا واحد القارب واقف اون بان، وبان ليهم في هذاك القارب واحد الراجل في واحد الظروف صعيبه وطايح متكي في هذاك الباطو. الدرك عيطوا للملكيه البحريه اللي صيفطات واحد القارب كبير للموقع اللي رصداتو ليهم الدوريه ديال الدرك الملكي. لقاو الراجل في واحد الحاله صعيبه، هزوه للسبيطار ونزلوا جوج ديال الغواصه كيتفقدوا الحاله ديال القارب. لقاو واحد القنبه ملويه على الموتور، وهذيك القنبه مربوط فيها واحد الخنشه كبيره، وملي جبدوها وحلوها لقاو فيها جثه ديال راجل كبير. صيفطوا الجثه لمستودع الاموات، وكانت النتيجه ديال التشريح بان السيد اللي مقتول بعده طعنات قاتله، يعني شي واحد بقى كيضرب بالموس بزاف ديال المرات. بعد ما تاكدوا بالهويه ديال هاد السيد المقتول من خلال البصمات ديالو، لقاو هو هذاك السيد اللي مختفي لمراتو اللي دارت بحث لفائده العائله عند البوليس. هنا البوليس السؤال المطروح هو كيفاش وصلت الجثه ديال هذا السيد للبحر. البوليس رجعوا للسبيطار عند هذاك السيد اللي كان في الباطو وسولوه اش كنتي كدير وسط البحر. قال لهم انا راه ميكانيك ديال الماطر الصغار، ديال الباطوات الصغار، وجا عندي واحد السيد كنعرفو مدير ديال واحد البنك، هو اللي هو الزبون ديالي، ديما كنصايب ليه الموتور ديالو، وقال لي راه بغيتك تلوح ليا واحد الخنشه وسط البحر. الخنشه راه فيها غير وثائق ما بقاتش صالحه، بغيت نتهنى منها. وعطاني الباطو ديالو، ولكن ملي دخلت البحر وقف بيا الباطو اون بان حتى جيتو نتوما. هنا البوليس مشاو عند المدير ديال البنك، وملي سولوه نكر بانه تلاقى مع الزبون اللي هو مول العلف اللي كان مختفي. قال لهم انا ما تلاقيتش معاه في البنك، انا مشيت عنده المحل ديالو وعطيته الفلوس هو والشريك ديالو اللي كيتثالوني، وباش ياكد ليهم جبد ليهم الشيك اللي كان عطاهم نهار الاول على سبيل الضمانه. هنا البوليس وسعوا دائره البحث وعطاو لواحد العامل نظافه تصويره ديال مول العلف، وقالوا ليه واش هاد السيد كيجي للبنك. قال لهم ايه. قالوا ليه امتى اخر مره جا فيها؟ قال لهم شي 4 ايام دابا، وراه سمعت باللي كان كيتخاصم هو والمدير ديال البنك في المكتب، وملي مشيت حليت عليهم الباب ديال المكتب قال لي غير سد الباب وسير، وراه غادي ندخل غير من هنايا للدار، لان المدير كان عنده واحد الباب خاص كيدخل ويخرج منه مباشره للبنك للدار. هنا البوليس ولا عندهم واحد الشك كبير في المدير ديال البنك، وعيطوا للتشخيص القضائي باش يديروا واحد المسح للمكتب ديال المدير. الناس ديال التشخيص القضائي لقاو واحد الزربيه صغيره اللي كتكون عند الباب بانها مغسوله وما مغسولاش كامله، غير شي اطراف صغيره وغير في الجناب ديالها، وفي الجناب ديالها بقات سارده والماء بقى واضح. هزوها وكيقلبوا فيها لقاو فيها من التحت اثار ديال الدم. حجزوا هذيك الزربيه وصيفطوها للمختبر الوطني للشرطه العلميه، وخداو عينه من داك الدم اللي من بعد 24 ساعه غادي يجي التقرير فيه التحليله كتاكد بان هذاك الدم ديال مول العلف المختفي. هنا المدير ما بقاش عنده شي مجال للانكار، واعترف وقال بان هذيك المشادات الكلاميه اللي كانت بيناتهم في المكتب كان السبب ديالها هو ان هذاك مول العلف هدو بواحد الموس غادي نقتلك هنا الا ما عطيتينيش الفلوس. وقال ليهم بقيت كنطلب فيه كنقول ليه على الشيطان، وبقيت كنقنع فيه حتى حط الموس. ودرت راسي غادي نحط واحد الملف في واحد البيرو في نفس الغرفه، وهزيت الموس بالزربه وبقيت كنضرب فيه حتى مات. وهزيته ودرته في خنشه وحطيته في السياره، ومشيت للميناء درت الخنشه في الزورق ديالي
وطلبت من هذاك العامل الصيانة اللي هو هذاك الميكانيك، طلبت منه باش يرمي هاد الخنشة وسط البحر. البوليس قالوا ليه واش هذاك الميكانيك كان عارف بلي الخنشة فيها الجثة؟ قال لهم لا، انا اللي قلت ليه بلي الخنشة فيها شي وراق وما بقاو صالحين، بغيت نتخلى عليهم. المدير ديال البنك ما وصل لوالو لهداك الشيء اللي كان بغا، ورجعت الجثة اليابسة باش تحكي لينا هاد الجريمة. والسلام عليكم.